واش العدد ديال 70 مواطن مغربي اللي ماتوا على الحدود ديال سبته والعشرات ديال المفقودين والمئات ديال المعطوبين مازال ما قنعش الحكومه المغربيه بانها تخرج بشي تصريح ولا بشي بلاغ ولا بشي ندوه تبين الراي العام شنو واقع؟ واش الالوفات اللي هاجرات سبته في وقت قياسي ورجعات في وقت قياسي مازال ما قنعتش الحكومه المغربيه بانه الوضع الراهن يحتاج الى احد الاشخاص في منصب ولا في دواليب القرار بانه يخرج يقول المغاربه شنو كاين؟ واش فقط نحن كنتشوفوا غير بعض الصفحات الفيسبوكيه ولا بعض من ينصبون انفسهم بانهم مؤثرين يقولون بان ديك الفئه اللي هاجرات بانها هرقاوه؟ هادوك هرقاوه. انا لو كنت سمعت من شي انسان مثقف ولا واعي هنايا في المغرب نقدر نتقبلها منه. هادو اللي كيوصفوا هادوك بانهم هرقاوه والشماكريه وحباسه وشوهونه، هادوك راه الانتاج ديال السياسه العموميه وديال الحكومات المتراكمه. هذيك هي الزراعه اللي زرعات الحكومه، ها هي كتحصد فيها دابا. هذيك هي نتيجه التعليم اللي كاين حاليا هنايا في المغرب، وكنتبجحوا به بانه هو من بين احسن المنظومات التعليميه، وكنوعيو الوليدات. ها نتيجه التعليم اللي كتعلموا الوليدات، ها نتيجه المدرسه العموميه اشنو كتخرج لكم. هادو هما الشيء اللي زرعتو، هذا هو المشل. هادو هما الشباب اللي كتجيبوا ليهم مهرجان موازين وكتجيبوا لهم شاكيره ب 800 مليون ومغني اجنبي ب 600 و500 وهو واقف بصنداله ما ساوياش 30 درهم باش نقنعوا العالم بان نحن واحد البلد متقدم ثقافيا ومعرفيا، في حين بان الواقع يخفي اشياء اخرى. ونهار كيهضروا هاد الشباب كتقولوا لهم اودي دوك راه ماشي الفلوس ديال الدوله فقط، على الفلوس ديال المستشهرين. وهاد المستشهرين هما عباره على شركات كاينين هنا في المغرب قادرين ينفقوا الملايير من اجل انجاح مهرجان يعتبر هو الثالث عالميا، ولكن هذوك الشركات انفسهم ما قادرينش يزيدوا والو 300 درهم لهذوك الموظفين المغاربه اللي باقيين كيخلصوهم عندهم بالسميق. هذه هي نتيجه الاعلام العمومي الذي يستخلص من ضرائب المواطنين باش تقدموا لهاد الشباب وهاد الناشئه برامج ثقافيه تحترم عقولهم وتوعيهم. كتقدموا لهم يا اما برنامج لاله العروسه على اساس بان داك لاله العروسه هو المثال اللي خاصو يحتديو به الشباب في الزواج. كنجيبوا واحد هو ومرتو، كتبان لك المراه كتعاير في راجلها، المراه كتعاير في مات راجلها، مات الراجل كتبكي، وفي اخر المطاف غيربحوا واحد البارتمه ديال الاحلام اقتصاديه في الكاتريام ايطاج ب 20 مليون. وملي خرجوا من البرنامج يديروا قناه في اليوتيوب ولا في الفيسبوك ويسموها روتونيات كريمه وخميس. هذه هي نتيجه الاعلام العمومي اللي كتقدموا لنا برنامج رشيد شو في النسخه رقم 14500 هجريه للمره الالف. هو كيجيب زينه الدوديه وكيسول نفس السؤال: قولي لنا زينه الدوديه اغلى اجر تقاديتيه. وحنا المغاربه كنتسناو كلنا شوق وحراره، ولكن زينه الدوديه كترفض وكتقول لي غناكل الحار ولا غنشرب البيض باش ما نقولش اغلى اجر خديته، باش تقنعنا باننا حنا المغاربه بان داك هو البرامج الحقه وهذاك هو البرامج التوعويه. انتم يا دابا حاليا هاد الحكومات المتتاليه الفاشله تجنون ما زرعتم. هذه السياسه الفاشله ديالكم، وهادو هما البرامج اللي كتنزلوا من اجل تطوير الشباب ومن اجل مواكبه الشباب. العشرات ديال المشاريع الملكيه انزلت بالفعل، ولكن التدبير والتسيير ديالها من طرف الحكومات المتتاليه ومن طرف الناس اللي موكوله لهذه المهمه ما كينزلوهاش على اكمل وجه. ما كيناش. قولوا لي برنامج فرصه الاكل ديالو على ارض الواقع شنو هو؟ البرنامج ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي طلقوا ملك البلاد، الاكل ديالو على ارض الواقع فينا هو؟ برنامج اكسجين، برنامج انطلاقه، مواكبه وزيد على ذلك. فينا هما المهمه الموكوله لكم التنزيل ديالها وانقاذ الشباب والاسر والعائلات من الفقر والتهميش. هذا هو الشباب اللي انتم يوهمتوه بانه دي الجمعيات المعنى بحقوق المراه تتحرك فقط اذا قام احد المؤثرين او احد الفيسبوكيين بنعت المراه ولو ضحكا بان بلاصه الكوزينه تتحرك وكتحط دعوه قضائيه بان حق المراه
هو حق أسمى وكذا وكذا وكذا. ولكن هذه الجمعيات على أرض الواقع لم تتحرك عندما رأت ودي خوتي المغاربة العشرات بل المئات ديال النساء المغربيات وهما كيعبروا ذاك المعبر الحدودي ديال سبته، منهم اللي غرقات، منهم اللي هزت ربيه، منهم اللي كيدفعوا فيها، ولم تحرك ساكنا ولو ببلاغ. ما شفناش دوك الجمعيات اللي وقفوا قدام المحكمة في تمارا يطالبون بحق تعويض لكلب كالوا واحد المؤثر، وطالبوا ب40 مليون سنتيم كتعويض حيت كلب كالوا واحد المؤثر، وما طالبوش ولو ب500 درهم للأسر المكلومة والفقيرة من طرف الجهات المعنية. هذا هو حال اللي وهمتوا عباد الله بان الجمعيات ما تقيش ولدي، تعنى بالاطفال متخلى عنهم والاطفال في حاله صعبه وكذا وكذا. ما شفناش هذه الجمعيه صدرات ولو بلاغ في حق ديك الام اللي شاده الطيبيه ديالها واللي المغرب كامل كيشوفها وهي تصارع وتقاوم الامواج. فقط تتحرك عندما يكون خبر فيه البوز، وملي كيتجيها تعليمات من سلطه الهاتف عاد كيتحركوا. الجمعيات الحقوقيه والائتلاف الجمعوي الحقوقي لم نره يتحرك او يندد ببلاغات الحكومه وهي المسؤوله الاولى على تدهور الشباب، وهذا الشيء اللي واقع في بلادنا. بل بالعكس، نرى بانهم كيديروا بعض الكراكيز اللي معروفين في السوشيال ميديا، كيمشيو تمايا كيبداو يتبجحوا. لا، هاد الشباب هو اللي طائش، هاد الشباب هو اللي ما مزيانش، هاد الشباب هو اللي خايب، هاد الشباب هو اللي فاعل، هاد الشباب هو اللي تارك. ونرجعوا هنا المثال المغربي، واش كاين شي مش كيهرب من دار العرس؟ واش كاين شي مش كيهرب من دار العرس؟ شي مؤثرين قال لك وبنادم عنده ايفون وغادي مهاجر. واش انت في المنظور ديالك بان سبب الغنى ولا سبب يعني البنادم لاباس عليه هو ايفون؟ واش انت المعيار عندك بان الانسان لاباس عليه هو شاري ايفون؟ نشري لك انت ايفون 17 و18 و19، ولكن نهار تمرض سير لموريزكو وبغيتك بهذاك الايفون 18 ولا 19 تصور لي موريزكو كي داير، والناس بيتين في الجنبات ديال ذاك المستشفى، والناس تعاني الامرين، والناس تعاني من الامراض. ما غاديش تقدر. واش كتصحاب الشباب مثلا اللي مهرب، واشنا هو اللي خلاه يمشي لذيك الرقعه الجغرافيه اللي سميتها سبته اللي ما كتعداش 19 كيلومتر؟ الالوفات ديال عباد الله غادي الرقعه ديال الجغرافيه 19 كيلومتر ومتخلين على الالاف الكيلومترات اللي كيزخر بها هذا الوطن المغربي الحبيب. علاش في نظرك؟ علاش؟ حاجه وحده اللي باغيين تطبق في هذه البلاد، اللي هي كل واحد ياخذ حقه. وكيما غادي نحاسبوا داك الشفار اللي شافر بزطان فيه 600 ريال ونعطيوه 10 سنين مزيانه، بغينا نحاسبوا داك البرلماني وداك الوزير وداك المسؤول اللي اختلس الملايير تا هو نشوفوه في الحبس ويحاكم. ما كنشوفوهاش في هذه البلاد، ما كنشوفوهاش. خاصكم تعرفوا بان العمود الفقري ديال اي دوله في العالم هو العدل. ومن هنا كنقولوا العدل كيما الوزير، كيما الفقير، كيما اي اسمى مسؤول كيشتغل في الدوله الحبيبه عنده نفس الحقوق ديال الفقير ومتساويان. هنا غنزيدو غنافونسيو لقدام. مادام بحال هاد الاحزاب السياسيه اللي عندنا هنا في المغرب كتعطي التزكيات الناس اللي ما قارينش والناس الاميين والناس اللي من الباديه باش ينجحوا ويجيبوا لها اكبر عدد ديال الاصوات، فبلادنا غتبقى في الهاويه. حنا لكننا كنتقيو رجل ديال القوات المساعده اللي كنلقاو اما حارس في الحدود يا اما كيحرس اداره معينه، كنطلبوا ليه السجل العدلي وكنطلبوا ليه سيدي واحد البنيه جسمانيه محدده وبانه ما كيعاني مرض. واعز الله قدركم الناس ديال القوات المساعده راه عارفين الخصيتين ديال الانسان ديال القوات المساعده كتقلب باش يكون واحد الانسان خدام. فما بالك احنا ملي الاحزاب السياسيه كتبغي تعطي تزكيه لشي برلماني اللي غتولي ليه مكوله ليه المهمه ديال التسيير ديال هذه البلاد والشرعنه ديال القوانين والتصويت عليها. ما كنديروش هاد لي كونديسيون، كنجيبوا فقط امي اللي غيسير البلاد، كنعطيو تزكيه امي. ومن يحرس ما تفسده هذه الاحزاب من خلال تزكيتها لهاد المفسدين كنجيبوه قاريو في هاد المعايير وسجل العدل وبزاف ديال الحوايج. شو البلاد كي دايره؟ شو البلاد كي دايره ودي اخوتي المغاربه؟ قسما بالله الا مشكل عقليات في هاد البلاد، ومشكل هنا ناس بيناتنا يفسدون هذا البلد الحبيب.
والله العظيم، والله العظيم. هادشي اللي غادي نقول لكم ودي خوتي المغاربه، هادشي يحز في النفس، هادشي يحز في النفس والله. ملي لحدود الساعه باقي ما كنلقاش تصريح من بلادي، ولو تقول حنا حكومه سيدي فشلنا، ولو تقول سيدي هذوك الشباب طاعش بغينا نسمعوها منكم، هذاك الشباب مدفوع بغينا نسمعوها منكم، جهات معينه هجاتهم نسمعوها منكم، قولوا لينا، فيدونا، فيدونا. ما كاينش. الله يصوب.